السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين النهاردة؟ أول يوم شغل لينا بعد انقطاع فترة طويلة. احنا بص باتش 2. عملت اوردر، أول اوردر لينا اهو. وطبعا ده باقي نص ساعة على الصلاة، فالجو مريح شوية، فاحنا هنروح نفطر نشرب كوباية قهوة، وكون ميعاد الصلاة جه نصلي. بعد الصلاة الدنيا ايه بتتحرك. هندور على حد بيعمل فطار وقهوة نفطر ونشرب القهوة، إن شاء الله يكون ربنا كرم بأوردر أو أي بتاع. أما دلوقتي الناس المهندسين هنا اوردر تاني هنستلمه دلوقتي ونوصله ونفطر ونشرب القهوة بتاعنا، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الأذان الأول بيأذن دلوقتي طبعا، يا دوبك احنا نلحق نفطر كده على السريع، نشرب القهوة ونخش نفطر الكوبا من أولها. طبعا الشيطان هيوسوسنا يقول لنا إيه، اشتغل بقى وعلى الصلاة بقى، أول ما يقيم الصلاة صلي في أي مسجد، بس ده إيه هيتباع. الأوردرات كده كده متلاحق عليها، والشغل كده كده متلاحق عليه، إنما صلاة الجمعة دي يعني حاجة إيه زي العيد كده. خلصنا صلاة وهو قاعدين عند جنب المر مستنيين اوردر. انا الاسبوع ده شغال حاجة اسمها هايبرد دي، يعني انا شغال على مر تبع طلبات، يعني ما باخدش من كل المطاعم، باخد وبرجع عادي. الزون 3 كيلو، بتاخد الاوردر توصله، ممكن يبقى قريب، ممكن حسبته كيلو 2 كيلو، بس اقصى حاجة 3 كيلو. ترجع تاني على الهايبر تاخد منه اوردر تاني. ده النظام الجديد يعني، ده الهايبر. بس انا لو عايز اشتغل مطاعم الاسبوع الجاي اشتغل مطاعم، وانه الاسبوع الجاي اشتغل مطاعم برضه، السنه اقول كام دي ده. هو شغل الهايبر كويس مش وحش وما بتحرقش كتير. يعني انا شغال ده شغل 3 ايام 2183 جنيه. بص، ده غير النهارده ما اشتغلناش كده رابع يوم. اوه خدنا اوردر. بص نوريكم، ده جالنا في اخر حته في الزوم بتاعنا. اوريكم المسافه كام كيلو. افتح الابليكيشن. بص 2 كيلو 800 متر. ده يعتبر اخر الزون، يعني ده الشارع ده اخر الزون بتاعنا. هنتحرك عليه دلوقتي، هنروح نوصله ونرجع. يعني هي مش دي اسوأ حاجة مثلا في موضوع الهايبر، ان انت بترجع فاضي بس على نفس المكان، بس انت بترجعش مسافة كبيرة يعني. سعر الاوردر 30 جنيه. يعني مثلا ممكن يجي لك، لو عملت 30 اوردر ممكن يجي لك 7 8 اوردرات مثلا باكر الزون زي كده. اوريكم الباقي كله بيبقى قريب، فهتلاقي ده بيشيل ده في الاخر. دلوقتي الساعة 5 تقريبا، عاملين 15 اوردر، يعني 500 جنيه في حوالي 4 ساعات. هوريكم دلوقتي على التليفون لما ننزل تحت. بص بص النهاردة دي شغل كده تقريبا 10 ساعات بالظبط. عاملين هنا 11 ساعة، منهم الساعة البريك بتاع الصلاة، يعني 10 ساعات ونص. 824. وهنا في الفرص 4 جنيه على كل اوردر، 116، يعني حوالي 950 جنيه. 10 ساعات. طبعا احنا لو شغالين مطاعم هنعمل اكتر من كده، بس الهايبر فيه ميزة وكاية. يعني الميزة اللي انت هتعمل لو هتشتغل مطاعم، على المطاعم هتعمل اكتر من كده. طب الميزة اللي في الهايبر، انت بتحرقش بنزين وكيلوهات كده. اخرك كيلو 2 كيلو بترجع على الهايبر. اه بترجع فاضي، بس ما بترجعش مسافة كتير، ما بتحرقش بنزين كتير، ما بتصرف. يعني 100 جنيه بتكفيك بنزين كل يوم ويفيد منها كده. استنونا في فيديو جديد. انا عايزكم بس تفعلوا انا عايزكم بس تفعلوا زرار الاشتراك عشان نكبر بسرعة، وتسيبوا لي كومنت، وانا هتلاقي رقمي من الكومنتات وانا هتلاقي رقمي في الكومنتات. لو حبيت تنزل الشغل في اي زوم بمصر، لو معاك عجلة او مكنة كدت هنزلك على البحر.